بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بحضراتكم في فيديو بإذن الرحمن. النهاردة هنتكلم فيه وهنوريكم الشاشات اللي موجودة 17 بوصة. مش عايز أصور عشان لسه واخد بالي. عفوا معلش. ال 17 بوصة لغاية ال 32 بوصة، كله عمال يقول لي أنت عمال تعرض في الحاجات العالية، ما تعرض لنا الشاشات الصغيرة. وبفضل الله في 17 و19 وكله موجود، بس اللي عاوز يسأل عن الشاشات الصغيرة وتفاصيلها وأسعارها، أنا مش مركز قوي لأن أنا مركز في شغل الشاشات الأي بي إس عشان فيها أرقام وتفاصيل كتير. لكن الشغل ال 17 وال19 وال20 وكله ولحد 22 اللي هو مش أي بي إس واللي فيه مخرج اتش دي وبدون، كله موجود. بس تفاصيلهم مع الأستاذ هشام، مع الأستاذ أحمد صلاح، ومع الأستاذ أحمد نصار. رقمهم فين؟ إحنا عنواننا وأرقام تليفوناتنا ورقم التليفون الأرضي كلهم في اول كومنت، بسيبه في اول كومنت وبسيبه في الوصف، عشان بس ايه الفيديو فيه شغل كتير ومش عايز اطول عليكم. عند الحاجات ال 17 بوصه مثلا بالشكل ده، في قواعد ثابته وفي قواعد متحركه، تمام كده، وفيها فيجا وفيها دي في اي. ده ما بيكونش شاشات ليد ولا بتكون اي بي اس، ده بيكون عادي ال سي دي. هو ده ال سي دي الاضاءه، تمام. ال سي دي والمخرج فيجا ودي في اي. حلو كده، تمام كده. طيب كام ال 17 الفرز الاول من اول ألف ايه، من اول 475 الفرز الاول. اليومين دول عشان ما فيش سيوله، يعني 23 ربنا يسترها. فانا قبل ما اصور طبعا تعبان عمال اكح مش قادر ان انا اصور، فقلت اقعد اعمل عرض. لا بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات والناس مستنيه فيديو بالاسعار كلها كامله. الفتره اللي جايه يعني الاسعار ممكن تقل ولازم تقل ان شاء الله، يعني ان شاء الله، لان في ركود في حاجتين حاصلين للشعب المصري كله دلوقتي. مش هقول كله، يعني هقول مثلا 75% من اللي حاصل للشعب المصري ان عنده برد زي حالتي كده، والبيت كله ما شاء الله كحه وبرد، وان كله بدأ يستلف من بعض، وفي ركود، مفيش بيع، مفيش سيوله، محدش معاه سيوله. يا احمد بتشوف لي 1000 جنيه بالله عليك عاوز ادفع الجمعيه يا ابن اللذينه؟ ده انا لسه كنت هكلمك عشان برضه عايز ادفع القسط. الله يخرب بيت سنين. خلاص نشوف محمود هو اللي يسلفني. والله العظيم بجد كلنا في هذا الوضع، والله كلنا في هذا الوضع. فيعني احنا حاسين ببعض، يمكن هم ما حاسينش بينا، احنا حاسين ببعض. فعايزين نعمل ايه؟ عايزين نخفض الاسعار شويه. التوكي احتمال اسعاره تزيد، اللي يعني التوكي هو اللي ممكن يزيد. اما اسعار باقي شاشات، يعني احنا عاملين نفكر في الشركه ان احنا ننزل نخفض الاسعار. هوقف مثلا المسابقه شهرين مثلا عفوا يعني معلش، اوقف المسابقه شهرين وابيع، احاول ابيع حاجات بسعر الجمله واحاول ابيع حاجات بربح بسيط. يعني هو ده السعر بتاع السوق، ولكن احنا بنتساهل في الاسعار، والفتره الجايه هنحاول نتساهل مع الناس في الاسعار عشان نعرف نبيع. يعني انا بكلمك بصراحه، مش هقول لك رقم واحد ان انا قلبي على الناس ولازم اعمل للناس وانا برضو محتاج سيوله. لو اي تاجر قال لك غير كده يبقى بيكذب عليك. احنا في ركود، مفيش سيوله، يبقى انا احاول اخفض عشان اعرف ابيع واشتغل. يبقى انا اسهل على الناس شويه عشان ربنا يسهلها علينا، اسهل على الناس، وفي حاجات ممكن نبيعها بالتكلفه، وفي حاجات يبقى انا استفدت والزبون استفاد والناس استفاد، تمام، عشان تبدا تجي لي سيوله. ده كلام اخ لاخواته الناس اللي بتشوفني. عشان الناس تحترمني فلازم احترم عقول الناس، يعني عشان الناس تشوفني ان انا راجل محترم يبقى انا برضو لازم احترم عقل الناس او اللي بيشوفني. ولازم اكلمه كانه هو فاهم، لان فعلا كلنا فاهمين ايه اللي حاصل وفاهمين الوضع. طولت عليكم بالنقطه دي بس معلش، التوضيحات لازمه ومهمه، اهم من الاسعار واهم من كل حاجه. بعد كده عندي ال 19 بوصه. ال 19 بوصه ال سي دي ب 6.5 الفرز الاول. طب ما في حاجات فرز تاني، والفرز التاني بينزل حسب الفرز بتاعها بصمه سكرتشايه. فاحنا بقول بنتساهل، والفتره الجايه ان شاء الله ان شاء الله كلمنا انا وكل اللي في الشركه نتساهل شويه، بس نسيل ونمشي الدنيا ونيسر على الناس عشان ربنا ييسرها عليها، تمام. الطبيعي ان هو الفرز الاول ال سي دي ب 6.5، والال اي دي اللي زي كده ب 7.5، والال اي دي في حاجات اي بي اس، في حاجات بانل اي بي اس، دي اصغر شاشه اي بي اس 19 بوصه وفيها ديسبلاي وفيجا ودي في اي. شاشه ممتازه جدا، ولكن هي مش فول اتش دي. 19 وال 20 مش فول اتش دي، مش 1920 في 1080، دي بتكون 1600 على 900. حلو كده. اتش بي اللي موجود اتش بي ليد 7.5. واقول اديني بقول، ومحدش هيعرف يتساهل مثلا
عشان برضو ما نظلمش الناس اللي موجوده في الشركه، اللي هيدي التسعيره النهائيه او اللي هيعرف يظبط مع الناس السعر. ممكن اعوذ بالله من كلمه انا والاستاذ احمد نصار، لان معظم مثلا اللي معانا ما عندهمش الصلاحيه، هم عندهم الاسعار اللي الشركه مسعره بيها فبيبيعوا بيها. فعشان ما حدش يقول انت بتقول حاجه في الفيديوهات وبنيجي نلاقي الناس تقول حاجه ثانيه، لا انا اللي بتاخر، باجي الساعه 4 كل يوم عشان انا بشتغل طول الليل اصور وارد على الناس وهكذا. فانا موجود معاك من الساعه 4 للساعه 12 بالليل، والواتساب والتليفون الارضي برد عليهم على طول. تمام. فاللي في ايده الصلاحيه ان هو ينزل في الاسعار ويتساهل مع الناس شويه ابو مريم او الاستاذ احمد نصار. حلو كده، اديني وضحت كل كلمه بالتفصيل عشان ما يبقاش بعد الفيديوهات وبعد الناس ما بتشوف يقول لي لا انت بتقول حاجه وبتعمل حاجه. لا، كلامي واضح جدا. اللي هيتساهل مع الناس الاستاذ احمد نصار وابو مريم. تمام. بنحاول نخفض الاسعار. 7.5 الليد الفرز الاول. نحاول بقى نطلع كابلات نقلل 50 جنيه، يعني برضه بقول ان شاء الله الرحمن ابتداء من اليوم اللي هو 8/1 باذن الله هنبدا نسهل الامور عشان ربنا يسهلها علينا. طيب عندك حاجات مثلا مستطيله وفي فرز اول وفي فرز ثاني، يعني في شغل كتير، المخزن بفضل الله فيه شغل كتير. انا بس بقول ادينا باكد ان انا ما بتكلمش على الحاجات الصغيره دي عشان انا مركز في الشغل اللي فيه تفاصيل وفيه ارقام كتير. 19 بوصه، في 19 بوصه دي ليد وايد مستطيل وفيها 20 بوصه. ال 20 بوصه تقريبا ب 7.5، والمستطيله اسف لا دي 7.5 الليد، وال 19 زيها مستطيله برده ب 7.5. وفي حاجات 20 تكلفتهم حلوه ب 7.5 وب 8. في حاجات 20 بوصه ليد مستطيله تكلفتهم حلوه ب 7.5 وب 8. ال 22 بوصه، ال 22 بوصه في حاجات 22 بوصه فيها اتش دي وسماعات، وفي حاجات ما فيهاش سماعات. دي فيها كل المخارج وفيها صوت، دي اياما ياباني بتطلع ب 1250، قول 1200 مثلا. 1200 الفرز الاول. وهقول تاني وعمال اكرر على الكلمه دي، هنحاول نخفض الاسعار ونتساهل مع الناس شويه. 1200 جنيه شاشات ال 22 بوصه اللي فيها مخرج اتش دي ام اي. طب واللي فيها سماعات واللي مش فيها سماعات ما بتفرقش، هي ما بيجيش التكلفه دي سماعات ودي لا، بس كده. يعني 1200 جنيه عندي اياما ياباني دي فيها سماعات، وعندي لينوفو دول مش اي بي اس، وعندي اللينوفو فيها كل المخارج وسماعات اوت، الصوت بتاعها اوت، بس 1920 في 1080. دول فول اتش دي كل المخارج ولكن مش اي بي اس. يعني اعذروني اني بطول بس عشان اوضح، بحاول ان انا اوضح كل حاجه حقيقي. والله التوضيحات اهم من الاسعار، ان انا اوضح كل كلمه وكل معلومه ونفهم، بالنسبه لي اهم من الاسعار. طب ال 23 ما عنديش حاليا 23، يعني 23 المخزن فيه كميات قليله. عندي 23 بوصه الفريملس، اعلى حاجه الاتش بي الزد 23 ان الجي 2 اتش بي دي اي بي اس. ده اول حاجه اي بي اس هنتكلم عليها في الفيديو. 23 بوصه اي بي اس فريملس كانت ب 1900 ثم 2200، لا بنقول 2000، وشغاله لغايه يوم 10 معاها الكابلات. من النهارده دي شغال معاها الكابلات ب 2000 جنيه من النهارده لغايه يوم 10 اللي هو 3 ايام. ده عرض، يعني ده عرض كده. فيها كل المخارج اتش دي وديسبلاي. طبعا دي نظافه، عايزه تنضف لسه ما اتنضفتش، الشغل لسه يا دوبك بطلعه من المخزن حاجه. تمام. 2000 جنيه فرز اول بالكابلات. والقعده يعني دي للاسف قعده تدل على اتش بي لان مفيش قواعد، شغل 2000 شاشه جاي من غير قواعد، فبنحاول نوفر قعده نظيفه مع كل شاشه. تمام. اتش بي زد 23 ان جي 2 اي بي اس فول اتش دي اس ار جي بي 95%. عندك 22 الجي 4 بي 22 اتش 22 انش فول اتش دي اي بي اس برضو، فيها كل المخارج 1600 جنيه. دي عرضها الاصليه. دي الاي بي اس الفريملس ال 22 ده موديله اسمه بي 22 اتش جي 4، ده الجي 4. وعندي 23 بوصه ب 1800 وهنخلي العرض بالكابلات. بي 23 19 اتش 1920 في 1080 بي ريزوليشن، والاس ار جي بي هنا بيكون 95%. فيها كل المخارج ما فيهاش سماعات. بي 23 19 اتش اس ار جي بي 95 فول اتش دي كل المخارج. تمام. دي في منها كميه. الفرز الاول ب 1800 هنطلع معاها كابلات الثلاث ايام دول. وايه تاني وفي فرز تاني بينزل من سعره
اتش بي زد 23 ان جي 1. ادي الجي 1 كتير عملت بيهم مقارنه. طبعا الجي 1 بيبقى الاصدار اقدم من الجي 2، فالجي 2 هي بتبقى افضل طبعا شويه عشان لسه الشغل جديد والشغل بيبقى حالته طبعا ما اشتغلش زي الجي 1. ادي الجي 1 ادي الجي 2 2000 بالكابلات 1750 دي بدون الكابلات. وفي حاجات فرز تاني هيتظبط في سعرها برضو كتير. معلش بقى انا بقول بسرعه عشان عايز اقول لكم كل اللي موجود. الشاشات ال 32 بوصه ال 10 بت عامل بيهم فيديو لوحده بيتمنتج وهينزل بكره. يعني انا مش هقول كل المواصفات وكل حاجه عشان الحق الوقت. الفيديو الشاشات الكبيره كلها عامل بيهم فيديو هينزل بكره باذن الرحمن بيتمنتج وهينزل بكره عشان اسيب لكم الارقام واسيب لكم المواصفات مكتوبه عشان اللي عاوز يقارن ما بين الشاشات الكبيره والشاشات ال10 بت الواحد بليون لون ايه هياخد ايه ولا انهي افضل من انهي. قايل كل ده في الفيديو وبكره باذن الرحمن هيكون موجود على الساعه مثلا 7 ننزله بدري شويه. ال 24 بوصه ما عنديش غير موديل واحد اي بي اس 24 بوصه بفريم. قليل قوي شغل ال 24 اليومين دول بالاخص مش عارف ليه قليل جدا في السوق. 24 بوصه اتش بي ال ديسبلاي 24 1 اي 1400 فرز اول 1400 الفرز الاول. دي ابعاد 16 على 10 1920 في 1200 ريزوليشن. وهنا الاس ار جي بي 90% ومش منها كميه كبيره للاسف. ده بالنسبه لل 24. طب ال 24 بوصه الفريمليس عندي فرز تاني لغايه 1600 جنيه. ده كله موديل واحد. ده اسمه يو 24 17 اتش بس ده فرز تاني. الفرز التاني بينزل حسب السكراتش او حسب البصمه اللي فيها لغايه 1600 جنيه. وفي حاجات بي 24 19 اتش وفي اتش سي برضه فرز تاني خفيف. الفرز الاول 2200 و2300 دلوقتي وبرضه بنحاول نطلع معاها اي حاجه كابتن عشان بس نيسر شويه الدنيا. والفرز التاني معاك لغايه 1600 جنيه. طب ايه الفرز التاني؟ في حاجات فيها سكرتشات وفي حاجات فيها بصمات. وعندي حاجات فرز تاني اي بي اس زد ار 24 40 دبليو. دي في منها حاجات فرز تاني عندي 7 ولا 8 شاشات فرز تاني اي بي اس زد ار 24 40 دبليو اللي هيشغل تلفزيون فيها كل المخارج. ودي هنا الاس ار جي بي 96% والابعاد 16 على 10. البانل اللي هو الكبير عشان تلفزيون تنفع تلفزيون عشان دي 24 بوصه وواحد من 10. هنطلعها ب 1300 جنيه الفرز الثاني. الفرز الاول بيطلع ب 1600 جنيه. دي فيها حاجات فرز ثاني او في حاجات فيها بصمات بنطلعها ب 1300 جنيه الفتره اللي جايه لغايه ما يخلصوا مثلا يعني اللي هقول عليه عرض لغايه ما تخلص الكميه اللي موجوده. ده بالنسبه لل 24 الاتش دي. قلنا الفريمليس لغايه 1600 الفرز الثاني. طب 27 في حاجات كتيره 27. في حاجات فيها كل المخارج وفيها سماعات كل المخارج وسماعات داخليه زي الاسوس دي 2 مللي سرعه استجابه. دي تنفع جيمز عشان دي 2 مللي. دي 1920 في 1080 بي ريزوليشن 60 اب تو 75 هرتز 2 مللي سرعه استجابه. فيها صوت كويس بس البانل بتاعها هنا تي ان مش اي بي اس. دي كانت ب 2400 هنطلعها حاليا ممكن 2200 مثلا يعني ممكن اطلعها 2200 ودي موجود منها 3 قطع فقط لا غير. تمام. وفي حاجات تانية بس انا بقول مش هعرف اقول كل موديلات الشاشات اللي عندي. 2200 الاسوس اللي فيها سماعات وفيها كل المخارج. طب الحاجات الفريمليس الاي بي اس عندي حاجات فريمليس اي بي اس من الموديل دوت مثلا اللي هو الفيسونيك اي اتش اي بي اس في كل المخارج وفي سماعات. تمام. فيها الفيجا وفيها الاتش دي ام اي وفيها الديفاي ودي فيها سماعات هنا في الحته دي كده. دي كام؟ دي 3000 جنيه الفرز الاول معاها الادابتور معاها الكابلات. انا هنحاول نطلع معاها الادابتور وكابل مثلا اتش دي او كابل فيجا او كابل ديفاي يعني اللي هيشغل مثلا حسب ما هيشغل. موجود موجود الاتش بي ال ديسبلاي الاي 27 3 دي الفول اتش دي 1920 في 1080 بي ريزوليشن كل المخارج ما فيهاش سماعات. ودي اس ار جي بي 94% فول اتش دي اي بي اس فول اتش دي فرز اول. كانت 3200 يعني ممكن برضه 3200 او 300 بالكابلات يعني ممكن اطلع معاها الكابلات. انا بقول تاني عموما بقول تاني وباكد اهو ان احنا هنحاول نتساهل في الاسعار شويه.
الدنيا هتزيد اليومين اللي جايين، بس انا مش هزود حاجه باذن الله، باذن الله مش هنزود حاجه، باذن الله هنحاول نخفض الاسعار على قد ما نقدر. ده ال 27 الفول اتش دي الفريمليس اي بي اس 3، وهنحاول نطلع لغايه يوم 10 الكابلات. ال 2 كي عندي 2 كي من اول 3200 اللي هي البلينر اي بي اس 2 كي بفريم البلينر البي اكس ال 2780 ام دبليو 3200 الفرز الاول. تمام، هم باقي منهم بتاع 4 5 شاشات، هنخليها مثلا 3100 معاها الكابلات اللي هتطلع معاها. يعني ده يعني انا نزلت حوالي كام 175 جنيه فيها، اللي هو مفيش كابلات، بطلع الكابلات وهننزل 100 جنيه نمشي الامور الدنيا اليومين دول. بعد كده عندي ال 2 كي الجوجل دي فيها تايب سي وفيها اتش دي، بس ما فيهاش سماعات داخليه، اللي هي الموديل اسمه بي 2718 اي سي، بي 2718 اي سي. دي فيها اتش دي وديسبلاي وتايب سي، اي بي اس 2 كي 60 هرتز. دي 8 بت مش 10 بت. دي اللي هي ب 3750 وهنطلع معاها ان شاء الله الكابلات. ودي اللي احتمال الله اعلم دول اللي ممكن يزيدوا اليومين الجايين غصب عننا طبعا، بس بقول يعني ربنا ييسر نحاول ما نزودش اي حاجه. عندي ال اتش بي زد 27 ان الجي 1 ب 3.5، زد 27 ان جي 1 ب 3.5. الجي 2 هي بس الاصدار الاحدث وفيها تايب سي ب 4.5، وهنطلع معاها الكابلات. الاثنين 2 كي والبانل بتاعهم اي اتش اي بي اس، هنا اي اتش 3 اي بي اس. تمام، زد 27 ان جي 1 زد 27 ان جي 2. ده بالنسبه لل 27 الفريمليس 2 كي. ادي 3 موديلات. ايه تاني؟ واحد بينهج من كتر الصوت. في حاجات عندي 1 مللي 24 بوصه زي الاي او سي 24 بوصه 1500 جنيه. البانل بتاعها تي ان، دي بتاعت العاب. في عندي لسه تحت في موجود في المخزن منها اياما واي او سي، ومش كتير يعني هم 3 4 شاشات 24 بوصه كل المخارج وسماعات داخليه، وعلى فكره صوتها ان شاء الله ممتاز. تمام. دي 1 مللي صوت استجابه 60 هرتز اللي هشتغل جيمز 1500 جنيه بالسعر القديم. اللي يشوف الفيديوهات القديمه بتاعتي انا ما علفتش فيها حاجه، الشغل اللي لسه موجود من الاسعار القديمه ببيعه بالاسعار القديمه. في حاجات ب 1500 جنيه اهي، فيها سماعات وفيها كل المخارج وسرعه استجابه 1 مللي. تمام. طيب ايه تاني موجود عندك؟ 27 بوصه قلنا الفريم وقلنا الفريمليس. نخش على ال 30 بوصه الزد ديسبلاي. الزد 30 اي. هنا بقى شغل الجرافيك، شغل الايديت والجرافيك العالي، ودول مش هطول فيهم بسرعه عشان في فيديو نزل لهم بكره بكل تفاصيلهم بالظبط. عندي هي قطعه واحده زد 27 اكس، دي اس ار جي بي 100% وادوبي 100% والدي سي اي بي 3 99%. فيها كل المخارج بس ما فيهاش سماعات. تمام كده. دي الزد 27 اكس 10 بت 1 بليون لون. دي بقى هنا من اول هنا بقى ال 10 بت لفوق. زد 30 اي اس ار جي بي 100% وادوبي 98%. فيها كل المخارج برضو 10 بت 1 بليون لون، اسمها زد 30 اي. دي بقى جرافيك ايديت وجرافيك. في منها ديل ب 3800 اللي هو يو 3014 تي اهي، وفي منها دي ب 4.5 عشان ده تكلفه قديم، والحاجات الفرز الثاني بننزل في سعرها. بعد كده عندي الثلاث شاشات ال 4K. عندي الايسر اللي شغاله، عندي 3 موديلات 4K ايسر واتش بي وجوجل. ادي الجوجل وادي الايسر وادي الزد 32 اكس. الثلاث شاشات 3 موديلات ب 7000 جنيه. الفرز الاول 3 موديلات 10 بت 4K 32 بوصه. مش هطول فيهم عشان في فيديو بيهم بكره. اخر واحده بقى دي فرز تاني خفيف للعلم، دي فرز تاني خفيف. الاستاذه بقى زد 32 ان جي 2 ال 4K ال 10 بت اس ار جي بي 99%. الادوبي بتاعها مش واضح في بس هي الصوره الله اكبر عليها حاجه كويسه جدا. معظم الحاجات العاليه دي انتي جلير مضاده للتوهج. تمام، اللي هم ال 10 بت عموما كلهم. ايه تاني؟ دي عامله 10000 جنيه. ما اعرفش ليه ومحدش يسالني ليه، بس هي فعلا جديده غاليه غاليه جدا كمان وتستاهل الفلوس، بس في الفتره اللي احنا فيها يمكن ما اجيبش منها اساسا. يعني مش هرضى اجيب من الشاشه دي
عشان سعرها مكلف بصراحه، مكلف جدا. وعندي شويه حاجات كده زد 27 يو الجي 3، وعندي الاي 27 يو الجي 4. عندي حاجات قليله بس جاي منها برضو لسه ان شاء الله. عندي زد الجي 3 من غير قواعد، وعندي الجي 4. الحاجات دي برضو 2K اس ار جي بي 99%، عاملين زي الجي 2 تمام كده. برضو متوسط اسعارهم من 4.5 ل 5000 جنيه، متوسط اسعارهم من 4.5 ل 5000 جنيه الحاجات اللي هي الحديثه. وفي ده كله طبعا في تايب سي، الحاجات الحديثه كلها تايب سي. انا قلت عامه حاجات كده يعني ايه توتال مش بالظبط، ولكن فيه موديلات كتيره جدا. في شاشه مثلا يعني لو انا قعدت اقول كل الشاشات عاوز 3 ايام عشان اقول كل الشاشات اللي في المحلين واللي في المخزن. في شغل كتير، ولكن انا دايما بركز على اي بي اس عشان هو اللي فيه ارقام وفيه مواصفات كتيره بحاول اشرحها للناس. حاجه زي كده 4K 28 بوصه اهي، كانت عامله زي السامسونج تمام. 28 بوصه 1 مللي، البدل تي ان كل المخارج، ودي فيها سماعات. الثانيه السامسونج ما كانش فيها سماعات. السامسونج اخر مره كانت باربعه، يعني دي ممكن برضو تكون باربعه. دي اللي هي الاسوس 4K 28 1 مللي تقعد استجابه، البدل تي ان. ففي شغل كتير جدا، في شغل كتير جدا بصراحه. 24 و22 وكل المقاسات موجوده، ولكن طبعا انا مفيش فرصه ان انا اركز على كل الشغل اللي موجود، فهيبقى محتاج وقت كبير جدا. في حاجات 24 بوصه من اول 1250 لغايه 1400 الاي بي اس. 24 بوصه موجود حاجات كتير وماركات كتير ومواصفات كتير، ولكن مش اي بي اس. الاي بي اس ب 1400. اتمنى ما كنتش طولت عليكم واعذروني، واشوفكم باذن الله في فيديو جديد بكره بمواصفات الحاجات العاليه كلها.